يا جماعة أخباركم إيه؟ ورب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معانا النهاردة يعني تلات قصص كده عايزين نتكلم فيهم. خلينا الأول في المنتخب، وهننقل على نقطة بعد كده ليها علاقة بنادي الزمالك ولاعب ناصر ماهر وقصة بيراميدز اللي هي يعني فيها تفاصيل مهمة جدا جدا. خلينا بس نبدأ الأول بالمنتخب. خلاص يعني ماتش أنجولا كمان ساعات يوم الاثنين إن شاء الله، ماتش تحصيل حاصل. آه تكسب تخسر تتعادل، انت كده كده متأهل ومتأهل أول. طيب خلينا نتكلم شوية يعني قبل ماتش أنجولا، معسكر المنتخب شكله عامل ازاي والحالة ايه بعد ماتش جنوب أفريقيا. طبعا السعادة كبيرة، السعادة كبيرة كبيرة يعني، والراحة يعني مش عايز أقول لك، والتفاؤل زاد جدا جدا. ولكن في كلام مهم كابتن حسام حسن اتكلم فيه مع اللعيبة، ان اللي حصل ده طبيعي ومنطقي، ولكن ال الهدف الأساسي هو الفوز بالبطولة. يمكن جهاز المنتخب بقيادة طبعا كابتن حسام حسن دايما في الكلام مع وسائل الإعلام مش بيحط ضغط على اللعيبة في فكرة إن إحنا لازم نكسب بطولة، لأ بيقول يعني نوصل الأدوار المتقدمة وماشيين خطوة خطوة، ولكن الهدف اللي جواه واللي هو دايما بيتكلم فيه مع اللعيبة إن هدفه راح المغرب عشان خاطر إن هو يجيب البطولة. وده طبعا مش غريب على يعني على شخصية حسام حسن بشكل عام، راجل ما بيحبش إن هو يخسر، بيقاتل يعني بيقاوح لآخر نفس فيه يعني. فبالتالي هدف المنتخب هو البطولة. والمنتخب الشيء الجيد إن هو حاسس إن هو لسه معملش حاجة، وحاسين إن اللي حصل إن إحنا نتأهل متصدرين ده طبيعي ومنطقي، ولسه اللي جاي هو الأصعب. وده شيء يطمنك، ده شيء يطمنك إن المنتخب عنده الإحساس ده، فده شيء يطمنك. طبعا إحنا هنلاعب فريق من أصحاب المركز الثالث، يا إما المجموعة الأولى أو المجموعة التالتة أو المجموعة الرابعة حسب ما أعلنوا الاتحاد الأفريقي. يعني المجموعة الأولى أنا أستبعد إن ممكن يطلع حد، يعني حتى لو زامبيا بنقطتين صعب يعني، هنشوف بس صعب يعني. المجموعة التالتة إني يلعب المجموعة التالتة برضو أوغندا وتنزانيا، صعب. ولكن كل شيء وارد يعني. تنزانيا عندها ماتش تونس في الآخر، ماتش رخم على الفرقتين. على فكرة تنزانيا فرقة كويسة، أنا كنت متوقع إن هم يكسبوا أوغندا ولكن يعني هم تعادلوا، ف صعب. الاحتمال الأرجح هو بنين عندها 3 نقاط، وبنين على فكرة منتخب محترم جدا 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 جدا. لعبوا قدام الكونغو ماتش كبير قوي قوي، او خسروا 1-0 كانوا هيتعادلوا، وكسبوا بوتسوانا 1-0. عندهم ماتش السنغال الاخير والله ممكن ياخدوا نقطة يعني، ممكن يتعادلوا. ولكن خلينا نقول ان احنا هنلاعب منتخب من افضل توالد، وفي المجمل هيكون في المتناول. طبعا لعيبة كتيرة جدا هتريح، انت بنسبة 95% هتلاقي دكة المنتخب هي اللي بتلعب يعني، وده شيء مطلوب قدام انجولا. طبعا هي اللي هتلعب قدام انجولا. لعيب زي تريزيجيه اكيد هيريح، مروان عطية اكيد هيريح عشان عندهم انذار، فمش هينفع اغامر بيهم في ماتش تحصيل حاصل ياخدوا انذار تاني يغيبوا على ماتش دور ال16. ده مش هيحصل. مرجح جدا طبعا صلاح هيغيب يعني، حسب المعلومات اللي جايه من معسكر المنتخب ان ممكن الدكه كامله كامله تلعب ماتش انجولا الجاي. طيب ده كده بنسبة يعني بالنسبة للمنتخب والسبوت اللي عليه قبل ماتش أنجولا. تعالوا بقى نروح على لعيب الكبير القائد بتاعنا محمد صلاح. يعني محمد صلاح على فكرة الروح بتاعته مختلفة في البطولة ديت. يعني انت لما تيجي تسأل اللعيبة، تيجي تسأل يعني الناس المقربة كده أو موجودة دايما في معسكرات المنتخب، العمال والناس ديت يعني، هيقول لك إن صلاح المرة دي مختلف. صلاح جاي من ليفربول بمعنويات مش عالية ولكن بدوافع كبيرة، جاي بمعنويات مش عالية ولكن بدوافع كبيرة، جاي يرد على كل الناس. فاللي هو بيتكلم فيه مع اللعيبة دايما إن أنا عايز كأس أفريقيا، إن هو عايز كأس الأمم الأفريقية. أنا جاي من المغرب عشان آخد بطولة أفريقيا. ده هدف صلاح، مش جاي خايف على رجله، مش جاي بيلعب على الواقف، مش جاي تيجي ما تجيش، لا هو الراجل جاي المرة دي وهدفه كأس أفريقيا. فبالتالي تلاقي حتى الروح عنده مختلفة،
وعشان كده ربنا بيكرمنا، يعني احنا ربنا بيكرمنا في ماتش زيمبابوي، ربنا كرمنا في اخر دقيقة بجول لصلاح. ماتش جنوب افريقيا ربنا كرمنا كرم كبير جدا جدا يعني، بسبب الروح ديت، يعني سواء روح الجهاز واللعيبة او سواء اللعيب الكبير بتاعك جاي وبيديلك بإخلاص بنسبة 200%، وبيديلك كل عنده بنسبة 1000%، وهدف إن هو ياخد البطولة، مش جاي يتدلع، مش جاي يتفسح، لأ جاي ياخد البطولة. وصراحة يعني خلاص، يعني صلاح في مرحلة عمرية كل مرة يعني تصعب عليه إن هو ياخد بطولة كأس أفريقيا، فبالتالي دي فرصة كويسة. بطولة صعبة مش سهلة طبعا، انت لسه مدخلتش البطولة، انت البطولة قدام، انت ملعبتش منتخبات أعلى منك في التصنيف أو زيك في التصنيف على الأقل، فلسه اللي جاي أصعب. لكن صلاح المرة دي مختلف. صلاح جاي وتركيزه مع المنتخب بس، هو لا مركز بقى سلوت، ولا مركز في ليفربول، ولا مركز قاعد ولا ماشي، ولا مركز في يناير ايه اللي هيحصل. طبعا في كلام كتير، وفي وكيل أعمال ورغي وكلام وأندية ووكلاء وقصة وحكاية ورواية، لكن هو تركيزه مع منتخب مصر. ده شيء عظيم جدا جدا جدا، وشيء جديد، شيء جديد جدا جدا جدا. أنا راجل بغطي المنتخب بقالي سنين، واتحاد الكورة بقالي سنين، من 2016 كده، آخر 2016 مثلا، 2017 مثلا. ف لا ما كنتش بشوف صلاح اللي كنت بسمعه عن صلاح ما كانش كده. المرة دي الكلام اللي جاي عن صلاح مختلف تماما. فربنا يوفق منتخبنا ان شاء الله، نمشي خطوة خطوة. خلاص احنا تأهلنا للدور التاني، وعندنا ماتش تحصيل حاصل مع انجولا، لكن مهم برضو الشكل العام بقى، واللعيبة تلعب اللي هي ما بتلعبش وتشارك، وتدخل في الجيم اكتر مع التيم اللي بيشارك. طيب نخرج بقى من المنتخب، ندخل شوية على الأندية. ومعايا حاجة لنادي الزمالك، وناصر ماهر لاعب نادي الزمالك. يعني ناصر من اللعيبة اللي هي فعلا نجحت إن هي ترجع نفسها تاني. كان عانى من انتقادات الجماهير في أول السنة يعني لأسباب أنا نفسي مكنتش مقتنع بيها، ولكن نجح إن هو يفرض نفسه على الكل، ونجح إن ياخد احترام الكل وتقدير الكل، سواء الإعلام أو الجماهير. يعني هو فعلا لعيب موهوب، وأنا رأيي الشخصي وهكرره وأعيده، إن هو كان يستحق يكون موجود في المنتخب، ولكن الكلام زاد عليه في قصة بيراميدز. طيب هل في اهتمام من بيراميدز؟ في اهتمام من بيراميدز، ومش من السنة دي بس، ومش إن هم عايزينه في يناير بس، لأ من السنة اللي فاتت كمان. طيب اربط بقى الكلام دوت، الكلام اللي أنا بقوله لك إن فيه اهتمام دي معلومات، يعني خلاص هم عايزين ناصر ماهر، تمام. وهتربط الكلام ده بتصريحات يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، اللي قالك إن أنا محتاج لعيب رقم 10 عشان يطور لي الأداء وي. فبالتالي هل بيراميدز متارجت ناصر ماهر؟ متارجت ناصر ماهر. طيب هل في كلام مع الزمالك؟ في كلام مع الزمالك لكن مش رسمي، اللي هو كلام ودي كده. ايه رأيكم؟ احنا ممكن نعمل كذا، ممكن تاخدوا كذا وتدونا كذا، ممكن ناخد الولد ونديكم فلوس وفي كذا، يعني في كلام ودي لكن لسه ما دخلش لمرحلة الجد والرسم. طيب بالنسبة للعيب نفسه، هل اللعيب نفسه عايز يروح بيراميدز؟ لا، يعني هي اللا دي بتتك على اللا ديت، اللي هي مش حاببها. او طبعا مع كامل الاحترام بتتكلم عن نادي بيراميدز بطل افريقيا، يعني انت فانت بتتكلمش عن نادي قليل، ولكن حابب ان هو يكمل اكتر في الزمالك، حابب ان هو يستفاد من دعم الجمهور اكتر، حابب ان هو يكون موجود في نادي جماهيري لفتره طويله. وهو فورمه، يعني هو ماشي كويس على فكره. هو الزمالك حاله فريق مش كويسه، الحاله كلها مش كويسه، ولكن في عناصر كويسه. العناصر دي الكويسة دي لو متوفر لها حالة من الاستقرار، ومتوفر لها فرقة كويسة في الملعب، هتلاقوها في حتة تانية خالص. ومن ضمن العناصر الكويسة والفائقة في الزمالك كان ناصر ماهر طبعا. فبالتالي مش طبعا الموضوع مش مقفول بالنسبة للعيب بنسبة 100%، أكيد لأ، يعني ده تفاوض وكلام، لكن مش حابب. عارف انت لما تقول ان انا مش مايل للموضوع، الا بقى لو في حاجة فيها اغراء كبير بقى، يعني النادي اتفق مع بيراميدز اتفق مع الزمالك، والزمالك اتكلم مع اللعيب، واللعيب ياخد فلوس اعلى مثلا في بيراميدز، وفي مثلا مقدم تعاقد كويس. عارف انت الحاجات اللي تغريك دي، اوكي لو في حاجات ممكن، لكن بالورقة والقلم لا، هو حابب انه يكمل في الزمالك.
حابب إن هو يستمر في الزمالك، وفكرة الرحيل حتى بشكل عام دلوقتي حتى لو للخليج أو مش مطروح أوي للعيب لناصر ماهر وفي لعيبة تانية في الزمالك بدون ذكر أسماء يعني، بس قليلين أوي اللي هم عادي إن هم اللي هم عايزين يستقروا في النادي ومش عايزين يمشوا حتى لو في مشكلة مادية يعني مستحملينها. طبعًا أغلب اللعيبة طبعًا زهقانة وحقهم، والنادي طبعًا بيمُر بوضع صعب، ولكن كقصة بيراميدز وناصر، بيراميدز فيه اهتمام ما وصلش للمراحل الرسمية. ناصر ماهر، ناصر عايز إيه؟ ناصر عايز يستمر في الزمالك ومش حابب إن هو ياخد خطوة برّه الزمالك دلوقتي سواء لبيراميدز أو لأي نادي تاني في الخليج بقى أو في مصر بشكل عام يعني. ده الفيديو بتاع النهاردة، وما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.